السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ في فيديو جديد وفي السلسلة بتاعتنا Think and Code. في مسألة جديدة وحل جديد هنبتدي فيه إن شاء الله النهاردة. بس قبل ما نبدأ في المسألة ونشرحها، في ناس كتير سألتني عن الموقع اللي احنا بنشتغل عليه أو بنحل عليه المسائل بتاعتنا. فتعالى أقول لكم كده احنا بنحل على إيه أو شغالين اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. طيب تمام. طيب شغالين عليه على نيت كود، شغالين على نيت كود 150. هنبتدي نحل فيه، هو فيه شوية مسائل بسيطة أوي. هو معظمها data structure ومهمة جدًا في الinterviews في الشركات الكبيرة. طيب إيه هي الحاجات اللي عندنا في الdata structure؟ في الarrays، في الlinked list، في الbinary search، في الtrees، في الgraph، يعني شوية حاجات تبع الdata structure. هنبتدي نمشي عليهم واحدة واحدة وبطريقة بسيطة وبطريقة مختصرة، ونشرح كذا فكرة بكذا طريقة ونشوف إيه الحلول الأحسن. طيب اللي إحنا حليناه المرّة اللي فاتت هي الcontainer duplicates، واللي هنبدأ فيه النهارده هي مسألة البلد إنجرام. طيب إيه هي أصلًا البلد إنجرام؟ أو إيه هي المسألة بتاعتنا النهارده؟ المسألة بتاعتنا عبارة عن إن هو بيقول لي اللي هو هيدّيني function، هنعمل function هيدّيني 2 parameters الS والT. هنreturn true لو ال2 strings دول انجرامز لبعض. فبيقول لي إيه if the two strings are anagrams of each other otherwise return false. تمام. طب يعني إيه anagram أصلًا؟ هتلاقي هو هنا قايل لي anagram is a string contains the exact same character as another string but the order of the characters can be different. حلو. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة أوي هم هيبقوا نفس الحروف بس ترتيبهم مختلف. نفس الطول عشان دي هتفرق معانا أمّا نيجي نبدأ نحل المسألة دلوقتي. زي إيه؟ عندي example، عندي مثلًا حاجة زي الrace car والcar race، هم نفس الحروف بس يا دوبك الترتيب بتاعهم هو المختلف، فدول يعتبروا انجرامز لبعض. طيب حاجة مثلًا زي الjar والjam، هم 3 حروف بس مش نفس ال3 حروف، دي R ودي M، يبقى ده بالنسبة لي هنا هيreturn false. طيب باختصار أوي، تعالَ كده نفكر، إيه أول حل ممكن ييجي في دماغنا؟ أول حل ممكن ييجي في دماغنا، تعالَ أقول لك عليه. أول حاجة إن أنا هييجي مثلًا عندي زي jar، حلو، وjam. طيب أول حاجة هافكّر فيها بسيطة جدًا، إن أنا هارتّب الحروف دي أبجدية، وهاشوفهم بيساووا بعض والّا لأ. إزاي؟ يعني مثلًا لو أنا عندي A، J وR، وعندي هنا A وJ وM، الA والJ زي بعض، بس الR والM مش زي بعض، يبقى ده إيه؟ مش متساويين، يبقى دول إيه؟ مش انجرامز لبعض. تمام؟ طيب لو أنا جيت مثلًا مسحت دي، وخلّيت مثلًا إيه، دي jar مثلًا، وجيت دي مثلًا خلّيتها A R J، لمّا دول آجي أرتّبهم هالاقيها مثلًا A J R، ودول لمّا آجي أرتّبهم هالاقي A وJ وR. هل دي شبه دي؟ آه، يبقى إذًا الstrings دول بيساووا بعض. تمام. طيب تعالَ بقى نحلّها كده كفكرة coding لذيذة أهو بسيطة. أنا مش باحب أكتب كود هنا، أنا باحب أكتب على VS Code عادي جدًا. فهنيجي نحل هنا بأول حل معانا. طيب أول حاجة هابتدي بfunction اسمها مثلًا isIngram دي equal، الfunction بتاعتي دي هتاخد الS والT as a params. وبالنسبة لي أول حاجة هنعملها إن إحنا قُلنا هنساويهم ببعض، بس قبل ما نساويهم ببعض في حاجة عايزين نعملها. إيه هي؟ أول حاجة إن أنا آآ في شرط كده صغير، إن إحنا قُلنا هُم هيبقوا نفس عدد الحروف بس ترتيب مختلف. نفس عدد الحروف ده شرط، إن لو عدد الحروف مختلف إذًا هُم مش انجرامز لبعض. فقبل ما ندخل في أي كود هنكتبه لازم نحط الcondition بتاعنا إن s.length لو ما بيساويش الt.length يبقى إحنا خلاص إيه، أصلًا مش engrams هنreturn false. تمام. طيب تعالَ نتست كده بشكل سريع. هنحط المثالين اللي موجودين في نيت كود عادي جدًا. أنا مثلًا قُلت console.log للS engram، وعندي مثلًا listen وsilent. دول إيه، دول قُلنا إن هُم المفروض أصلًا بعد كده أمّا نيجي نحل هيرجعوا لنا true. طيب وconsole.log لis engram لإيه، للchar والjam. تمام. دي الexpected بتاعتها إيه، دي هترجّع لي بطريقة مختصرة أوي. طيب عندي حاجة، لو الjar 3 والjam 4 المفروض دي ترجّع false. تمام.
تمام، دي رجّعت false فعلًا. دي ليه مرجّعة undefined؟ لإن الfunction ما لهاش return تاني، أو هي ما دخلتش الcondition ده، فبالتالي مش هتكمّل أصلًا، فهترجّع undefined لإن ما فيش return. طيب تعالَ بقى نكمّل لو هُم بيساووا بعض. لو هُم بيساووا بعض، إيه الحل اللي إحنا قُلناه؟ قُلنا هنرتّب الarray. طيب هنرتّب الstring. طب أرتّب الstring إزاي؟ هارتّب الstring ورا إن أنا مثلًا هاقول له الS. أول حاجة هاقطّع الstring بتاعي أحوّله لarray عشان أعرف أرتّبه، فهاsplit الarray بتاعي كل حرف. بعد ما أعمل له split هاسورت 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 إيه الdefault بتاع الfunction بتاعة الsort بتاعي وsort أبجدي. تمام، بعد ما الsort تاني بقت اتحوّلت لarray. تعالَ نشوفها كده وهي array. آه، دي بعد ما حوّلتها array وعملت لها sorting زي ما إحنا إيه، زي الAGR زي اللي إحنا عملناها لسه عاملينها دلوقتي. تمام، اللي هي دي. تمام، طيب هل بقى بعد كده بقى هاعمل لهم concatenate تاني أو هاعمل لهم join فساويتهم ببعض. نفس الموضوع ده هاعمله مع الT بالضبط، هاعمله مع الT بالضبط. يعني أنا هاخد ده كده وأقول له بدل الS الT. بس كده، ده أول حل. لو أنا جيت أجرّب دلوقتي هيقوم مرجّع لي true وfalse. إحنا كده إيه، خلّصت الحتّة دي. رجّع لي true وfalse. أنا كده خلّصت المنطقة دي. تمام، طيب هل الحل ده حلو؟ الحل ده مش حلو. ليه الحل ده مش حلو؟ إني اضطريت أول حاجة خدت الstring بتاعي قطّعته لarray، وبعد ما قطّعته لarray عملت sort الarray، بعد ما عملت sort الarray عملت join تاني. وده بالنسبة لي كtime complexity مش حلو. ليه؟ لإن أنا عملت sort. الsort بالنسبة لي مش أحسن حاجة في الtime complexity. طيب إيه الحلول اللي أنا ممكن أشتغل بيها، أو إيه الفكرة اللي أنا ممكن أشتغل بيها؟ تعالَ أقول لك. لو أنا جيت هنا عندي مسحت الجزء ده كله، مسحت الكلام ده دلوقتي، وجيت مثلًا أقول لك حاجة. تعالَ نشتغل على ده jar وAGR مثلًا. تمام، الفكرة اللي عندي بسهولة هي اللي أنا هاعمل object ده بسهولة أحط فيه الحروف بتاعتي وأساويهم ببعض. طيب إزاي؟ لو أنا جيت دلوقتي عملت الobject بتاعي ده، عندي object أهو، حلو؟ وعندي أول حاجة ألاقي عندي الj. هاروح حاطط الj دي وبادئ counter فيها. الj لمّا دام لقيتها هاحطها ب1. طيب بعد كده الr الA ما دام لقيتها هاحطها ب1. طيب الr ما دام لقيتها هاحطها ب1. حلو، حلو جدًا. طيب بعد كده لمّا آجي أشتغل على ده بقى، ده الS بالنسبة لي وده الT. تمام، بعد كده لمّا آجي أشتغل على الT أعمل إيه؟ هل الA موجودة جوّه الobject بتاعي؟ أيوه الA موجودة جوّه الobject بتاعي. إذًا هاكمّل الloop بتاعتي عادي. طيب هل الJ موجودة؟ الJ فعلًا موجودة، يبقى هاكمّل الloop بتاعتي عادي. هل الR موجودة؟ الR فعلًا موجودة، يبقى هاكمّل الloop بتاعتي عادي. إمتى الموضوع ده يختلف؟ لو أنا مثلًا عندي هنا حطينا مثلًا حرف الK مثلًا، وهنا حطينا حرف الM، فأنا جيت هنا مثلًا زوّدت الK. وأنا بasearch هنا لقيت M. هل الM أصلًا موجودة جوّه الS؟ لأ، يبقى أصلًا دي مش Ngrams. ده كده مش Ngrams لإن ما لقيتش الM جوّه. طيب أعمل إزاي ده كcoding؟ تمام، تعالَ بس نcomment ده كده ونشتغل على الفكرة بتاعتنا. أنا قُلت هاعمل option اسمه مثلًا count. تمام، هنفهم الفكرة دلوقتي أكتر. لو أنا جيت هنا أloop على الS بتاعتي عشان أحط الحاجات دي جوّه الobject أو الحروف بتاعتي جوّه الobject، فأنا مثلًا let الS أو الchar of S مثلًا. تمام، وجيت قُلت له الcount بتاعي of الchar بequal. أنا قُلت هابدأ counter الcounter +1 الcounter ده هيزيد ب1. طيب هاعمله إزاي؟ لو أنا جيت قُلت مثلًا عندي الG دي لسه ما حطيتهاش في الobject فأنا محتاجها تبقى ب0. طب لو الG دي موجودة في الobject ب1 محتاج أزوّد عليها 1، فده اللي أنا هاعمله بالضبط. هاقول له الcount of الchar لو لقيتها زوّد عليها 1، لو ما لقيتهاش حطّها لي ب0 وبعد كده زوّد عليها ال1 عشان بس ما يحصلناش أي exception. تمام، طيب أنا كده حطيت كل اللي جوّه الS عندي جوّه الobject اللي اسمه count. تمام، دلوقتي أنا عايز أشتغل على إيه؟ على الteam زي ما إحنا اتفقنا هنا فيها دلوقتي إن أنا هاشتغل ده حطيته هنا، فأنا دلوقتي عايز أشتغل على الجزء ده. خلّينا بس نمسح الحاجات دي كلّها عشان نفهم.
ده كده، ده كده تمام تمام. لو انا جيت دلوقتي قلت عندي الار ده بواحد، وانا هنا دلوقتي زودت الكي كمان، حلو، فبقت عندي بواحد. طيب لما اجي اشتغل عليه، هل الاي موجوده؟ موجوده. ده كان فيه هنا جي، هل الجي موجوده؟ خلاص موجوده، يبقى انا هكمل اللوب بتاعتي. طيب هل الار موجوده؟ موجوده. طب هل الام موجوده هنا؟ لا مش موجوده، يبقى انا في الحاله دي هعمل ايه؟ ده كده اتاكدت اللي هو مش انجرام، فهرجع فولس. طيب اعمل الموضوع ده ازاي؟ هاجي اقول له برضه نفس الفور ليت شار تي، دلوقتي بقى لوب على التي. ايه الكونديشن اللي انا حطيته؟ ان انا الحرف بتاعي يبقى موجود جوه الكاونت. فانا هقول له ايه؟ نوت الكاونت اوف لتشار. لو الحرف بتاعي مش موجود، معلش خلاص ريتيرن فولس. طيب لو الحرف بتاعي موجود، خلاص يبقى الكاونت اوف لتشار ماينس ماينس، او ماينس ايكوال واحد، اللي هو انا هطرح منه واحد يعني عشان بحيث اصفر. طيب لو انا خلصت اللوب دي ولقيت خلاص التي فعلا ظابطه وما فيهاش حاجه، طبعا لو ما لقاش خلاص هيرجع فولس. طب لو لا بقى خلاص بقى والدنيا الوضع مستقر والدنيا تمام، في الحاله دي هرجع ترو، يبقى اللوب بتاعتي خلصت. طيب تيجي نجرب. تعال نجرب نفس الحل بنفس الطريقه، بس الحل ده احسن كتايم كومبليتست. ليه؟ لان ببساطه انا عرفت اوصل من غير ما اقعد بقى صورت جوه الاري. يا دوبك انا بحط جوه الاوبجكت واطرح منه وبشيل منه واحط فيه وخلاص، بطريقه بسيطه قوي. طيب ممكن اختصر على نفسي شويه نفس الحل ده، بس انا هختصره على نفسي شويه. بدل ما اقعد لوب للاس ولوب للتي، لا انا اخليهم الاثنين في لوب واحد، تمام، بفور لوب عاديه جدا. طيب تعالى نكومنت الجزء ده ونختصر شويه. لو انا قلت عندي فور let الاي بي equal 0 والاي اقل من، طيب اقل من ايه بالظبط؟ اقل من اللينس بتاع الاس او التي، مش هتفرق معايا لو انا كده كده اتاكدت ان هم فوق بيساووا بعض، فايا كانت فهنحط هنا الاس equals مثلا. طيب والاي عندي incremental باي 1. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ اللي انا هعمله ببساطه، بص بقى، بص دي الكاونت اوف الاس اوف اي. يعني ايه؟ حلو قوي. تعالى ما اقول لك يعني الكاونت اوف الاس اوف الاي. بمعنى اصح، انا عندي الكاونت اوبجكت فاضي اللي هو ده، انا هسيب ده بس هعمل له كاونت. فانا عندي الكاونت اوبجكت فاضي اوف الاس، الاس ده اللي هو ده، وفي الاي، الاي في اول لوب مثلا الاندكس بتاعها بصفر، فانا الكاونت اوف الاس اوف ال. يعني كاني كده بالظبط بقول له الكاونت اوف ال. تمام، ببساطه جدا الموضوع بسيط قوي. في اللوب الثانيه هتبقى الكاونت اوف الاي. دي هي فكره ببساطه عشان بس ما تتلخبطش معايا في الحته دي، انا بس بجمعهم عشان نبقى في ايه، في لوب واحد. تمام، فدي اظن احنا فهمناها نفس الفكره بالظبط. حتى ممكن نطلع ناخدها كوبري اهي، بس كده. بس بدل هنا بدل التشار هتبقى اوف الاس وفي الاي. تمام، تمام جدا. طيب، طب في التي بقى عايزين نعمل ايه؟ ببساطة أوي التي إحنا هننقص. يعني إحنا دلوقتي في الإس زود، تعالى نشرحها. تعالى أقولك. لو أنا جيت قلت هنا عندي نمسح بقى كل ده، نمسح كل ده. تمام، حلو أوي. لو أنا جيت هنا عندي كده دي الآر ودي الجي. لو أنا جيت كريت الأوبجكت بتاعي وقلت الجي، أنا في الأول في الإس، فأنا عندي في الأول الجي دي. تمام. طيب لو أنا عندي الجي، لو دخلت في اللوب الأولانية عملت بلس لون، فالإيه الجي بقت بواحد. اللوب التانية حطيت اللوب التانية اللي هي بتاعت التي. يعني أنا دلوقتي قلنا هنعملهم الاتنين في لوب واحد. أول واحدة جي الاس هزود والتي هنقص. طيب جيت بعد كده دخلت هنا الاي، هل الاي موجودة؟ لا، يبقى أنا هزودها بس بماينس 1. طيب تاني لوب أنا هدخل على الاي اللي هو الاندكس رقم، هل الاي موجودة؟ اه، فأنا هزودها، يبقى الاي بقى بصفر. تمام. الجي، هل الجي موجودة؟ اه موجودة، يبقى دي بصفر، هنقص. تمام، فهمنا الفكرة؟ انا بنقص امتى وازود امتى، وهنعمل لها ديباج عشان تبقى واضحة اكتر دلوقتي. يعني تعالى نعمل الحتة دي ديباج.
بس أتمنى تكون الفكرة وصلت. يعني أنا هدبليكيت ده، بس هنا بدل اس خليها تي، وهنا بدل اس خليها تي، وهنا هتبقى ماينس. تمام. تعالى بس ندبج الحتة دي عشان نفهمها سوا، تبقى شايفين قدام. تمام. طيب ببساطة أوي، أنا عندي أول حاجة الأي بصفر، وبعد كده الكونديشن بتاعي متحقق، فأنا دخلت اللوب. طيب الكاونت بتاعي حاليا فاضي، فأول حاجة الكاونت أحط فيها ال، أنا بتكلم على ال دي، حطيت فيها زودت فيها واحد. تمام، عشان ما نتوهش من بعض. بعد كده أنا دلوقتي شغال على التي اللي هي الاس، في الحالة بتاعتي اللي هي الاس، لما أجي أضيفها الاس ماينس واحد، أنا طرحها. تعالى ندخل على اللوب اللي بعدها. دلوقتي ايه تاني حرف معايا؟ الاي. هل الاي موجود جوه الكاونت؟ لا، يبقى اعمل له بلس 1. طيب هل الاي بقى دلوقتي موجود؟ بقى موجود. هعمل ايه؟ هطرحه، وصل صفر تاني ببساطة شديدة. طيب ندخل نكمل اللوب بتاعتي. انا دلوقتي في الاندكس التالت اللي هو الاس. تمام، فانا دخلت اللوب بتاعتي على الاس، دخلت ازود، زودت الاس اصلا كانت عندي ماينس واحد فبقت بصفر. فهمنا الفكره باختصار؟ هي دي الفكره بتاعت اللوب الديباج بتاعتي، اللي انا في حاله الاس بزود، في حاله التي بنقص، لحد ايه بنعملهم في لوب واحد. طيب طيب، بعد ما اللوب دي بتخلص، خلينا نقفل الديباج. بعد ما اللوب دي بتخلص هعمل ايه؟ هحتاج دلوقتي بقى اتاكد ان جوه كل الكاونت عندي بيساوي صفر. ازاي؟ مجرد بسيط، حاجه بسيطه قوي، ان انا هفور جوه مثلا لقيت الكي بتاعي يعني الكاونت. حلو، بعد كده بقى معايا الكي، فانا هقول له اف. لو في اي حاله ان الكاونت اوف الكي مش بيكوال الصفر، في الحاله دي هتريتيرن فولس. طيب لو كلهم بيساوي صفر، يبقى في الحاله دي هو انجرام وهتريتيرن ترو. تعالى كده نجرب نفس الحل. الحل ده احسن ليه؟ لان انا اختصرت الحل ده، يعني الحل ده تقريبا هو نفس الحل ده، هيطلع لي نفس التايم كومبلكست بالظبط. بس الفكره كلها اللي انا اختصرت على نفسي في لوب واحده، اشتغلت على الاس واشتغلت على التي في وقت واحد. وده حل بسيط كده ومختصر. دي كانت الحلول اللي معانا في النهارده في الحته دي. اتمنى الموضوع ما يكونش صعب، انا عارف ان هي مساله فيها كذا تريكايه، وممكن لها اكتر من حل تاني، ليها حلول احسن كمان، ممكن تشاركونا بيها. هتلاقوا لينك المساله في الديسكريبشن. ونشوفكم الفيديو الجاي ومساله جديده. السلام عليكم.